يا زميلي، كل الناس عمالة تقول لك الاي اي هيغير الدنيا هيغير الدنيا، وشات جي بي تي وبتاع. اديني محمل شات جي بي تي اهوت بقالي شهر ومفيش حاجة اتغيرت يعني، وما دخليش حتى ولا جنيه. ليه يا ابني؟ انت قلت له ايه؟ مفيش يا عم، قلت له عايز فكرة مشروع اونلاين يجيب لي فلوس. فكرة مشروع اونلاين يجيب لك فلوس؟ يا ابني هو انت بتكلم شيخ في برنامج فتاوى؟ لا طبعا، ما ينفعش كده، في طريقة تانية تماما تتعامل معاه بيها. السلام عليكم. لو انت فاكر ان شات جي بي تي هيديك كنز جاهز من غير ما تتعب، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للاخر، لان اللي جاي هيوضح لك كل حاجة. اشوفك بعد الانترو. انا بعمل اللي بعمله ده علشان اسيب اثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني انسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. خلينا ابدا معاك في جزء مهم جدا، وهو فكره ليه الناس بتفشل مع شات جي بي تي. محتاج تركز معايا قوي في النقطه دي، عشان النقطه دي مهمه جدا، لان الناس بتتعامل مع الاي اي بشكل غلط. بص، اول حاجه، الناس بتروح تسال سؤال عام جدا زي مثلا ازاي ابدا. الفكره ان كده مفيش خطه، مفيش تحديد، ومفيش هدف. بيفتكروا ان هو هيشتغل بدلهم، مش هيساعدهم. الفكرة ان انت لازم تكون محدد خطة ومحدد هدف. بمعنى، خليني اشبه لك حاجة بسيطة كده مع الاي اي عشان تعرف تتعامل معاه. شات جي بي تي عامل زي سواق التاكسي بالظبط، ولكن سواق تاكسي ذكي. بس لو انت مش عارف رايح فين، هتلف معاه لحد ما البنزين يخلص. عشان كده، ازاي استخدم الاي اي او شات جي بي تي صح؟ رقم واحد، حدد المجال الاول. اختار التراك بتاعك: كتابة، تسويق، خدمات رقمية، تعليم، سوشيال ميديا، ايا كان. تمام. طيب، رقم اتنين، اسأله سؤال صح. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما تقول ساعدني، قول انا عايز اكتب ايميل تسويقي لمنتج بيحل مثلا مشكلة النوم الخفيف. مثال تاني، اكتب لي مثلا خطة محتوى ل7 أيام عن التسويق العقاري مثلا في الخليج. طيب، دي كده النقطة رقم التانية. النقطة رقم تلاتة، طور الحوار بينك وبينه. يعني ايه؟ خليه يعدل، مش أول نتيجة يطلعها لك خدها. خليه يعدل، خليه يحسن ويقترح عليك ويراجع. انت مش بتاخد إجابة، انت بتبني فكرة معاه. ولو وصلت له الفكرة اللي بتدور في دماغك بالظبط، هيطلع لك نتائج محترمة جدا جدا جدا، هتساعدك وتختصر عليك وقت كتير. ركز معايا جدا جدا في الجزء اللي جاي دوت، عشان خاطر هنتكلم عن أمثلة واقعية جدا. تمام. واحد مثلا بدأ يقدم خدمات كتابة في موقع مثلا زي خمسات. بعد ما خلى شات جي بي تي يعمل ايه؟ يجهز له معرض أعمال ومحتوى. واحد تاني عمل كورس مجاني لتجربة أداة اي اي، وبدأ يبيعه ب 99 جنيه مثلا، بس بعد ما جربه على المتابعين. واحد باع كتاب إلكتروني على أمازون لأنه خلى الذكاء الاصطناعي يساعده في توليد الفصول والمحتوى. اللي أنا عايز أقوله لك إن المفتاح هنا مش الأدوات اللي بتنجحك. اللي بينجحك هنا طريقتك في استخدام الأدوات دي، هي اللي هتوصلك. الخلاصة اني لازم تبقى فاهم ان شات جي بي تي مش ساحر، ولكن هو مساعد ذكي بينجح اللي بيعرف يستخدمه صح. الفشل مش منه، الفشل دايما بيبقى من الاستخدام الغلط بتاعنا. كل الناس عندهم نفس الأداة، بس مش كل الناس بتطلع بيها نفس النتائج. عشان كده انا عايزك طول الوقت وانت بتتعامل مع ذكاء اصطناعي او غيره، طالما في ناس بتعرف تطلع نتائج من أداة معينة، يبقى العيب كان عندنا مش عند الأداة نفسها. اوكي. لو عايزني اساعدك تستخدم شات جي بي تي او اي حاجه ليها علاقه بالاي اي في مجالك تحديدا، اكتب لي في الكومنت اسم مجالك، وانا هبعت لك طريقه الاستخدام خطوه بخطوه. واخيرا، اشترك في القناة عشان السلسلة الجاية هنتكلم فيها عن أدوات تانية بالذكاء الاصطناعي. لو حاسس الفيديو ده كشف لك حاجة، شاركه مع حد لسه بيستخدم شات جي بي تي بطريقة غلط. اوكي. والعشم بتاعي فيك يا صديقي انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي مسج جديدة تنزل. وخليك فاكر السلوجان بتاعنا او شعارنا: خلي الرسالة توصلك، خليها توصل للعالم. انا محمود أدري، اشوفك الفيديو اللي جاي.